ابني النهارده سرق. ابني النهارده دخل عليا وشميت فيه ريحة سجاير. ابني النهارده دخل وشميت فيه ريحة الكحول، يعني خمور او حاجة مسكرة. هعمل بقى ايه؟ هعمل بقى في افلام كده العربي زمان اللي هي بتاعت اطلع من بيتي ومعرفكش وانت مش ابني. ده الموضوع اللي انا هكلمكم فيه النهارده، موضوع ان احنا نطرد الولاد من البيت. اقول لابني بره البيت، ده بيتي، مادام انا بصرف عليك فبالتالي انا محتاجه ان انا اعمل معاك كذا وكذا، ان انت تسمع كلامي وتقعد هنا تحت شروطي وتحت امري. غير كده اتفضل اخرج من بره البيت. كلام يا جماعه، الكلام ده غلط جدا. وعشان نستخدم التكنيك ده هرجع اقول مره واثنين وثلاثه، ده تكنيك ما ينفعش استخدمه غير في حالات محدده جدا، اخصائي يكون معايا فيها هو اللي قال لي استخدم التكنيك دوت، وعارف كويس حاله الولد او البنت ومشاكلهم السلوكيه، وبعدين استخدمه. طرد الولاد من البيت غلط 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 كبير جدا يا جماعه. الولد او البنت، انا النهارده لما بطرده من البيت في الحقيقه بفتح له مجال اكبر بكتير بكتير. يعني هو كان عنده مجال قد كده ان هو يعمل الحاجه الغلط دي، يسرق، يشرب سجاير، يعمل مش عارفه ايه كده. مجال كان قد كده. لما انا بطرده بره البيت انا بفتح له مجال قد كده، يعني مش عارفه اوريكم قد ايه، يعني حاجه مجال كبير قوي. شايفين مش جاي حتى في الشاشه، مجال كبير قوي ان هو يعمل غلطات وغلطات اكتر من كده، وتحتضنه كل الناس بتاعت الشارع، ويحتضنوا كل العيال والناس اللي هم عايشين حياتهم كده في الشارع، ويعني ما هياش حاجه كويسه. الحاجه كمان المهمه هو انه في ناس تقول لك لا طب خلاص، ما هو كده هيتربى ان هو مش هيلاقي حد يصرف عليه. تمام، انا معاكم، هو مش هيلاقي حد يصرف عليه فهيعتذر ويرجع البيت وانتوا ترجعوه البيت. بس في حاجه اتكسرت جواه عمركم ما هتعرفوا تصلحوها تاني. عارفين ايه هي؟ ان انا امي وابويا ما بقوش امان ليا خلاص. امي وابويا بقوا في اي وقت ممكن يطردوني. تخيل لما ابنك وبنتك يعيشوا معاك تحت بيت واحد، تحت سقف واحد، في بيت واحد تحت سقف واحد، وهم حاسين انه مفيش امان للام او للاب دي، انا في اي وقت ممكن يطردوني. تفتكروا هيعمل ايه؟ انا الصراحه خيالي ما يجيبش هيعمل ايه، لانه ساعتها مش صعب قوي يكون بيحبهم. لو حد ما بيأتمنش حد صعب قوي يكون بيحبه، بالتالي اعتقد ممكن يعمل حاجات كتير قوي مش كويسه. وكمان تفضل العلامه دي معاه لحد ما يكبر، ان انا امي وابويا طردوني من البيت. الطرد من البيت يا جماعه ما هوش حل اطلاقا. يا ريت ما نلجأش الى موضوع الطرد من البيت او التهديد، لان دي من الحاجات التانية الناس بتعملها، او التهديد بان احنا هنبلغ البوليس، او هتروح تبات ليله في القسم، او يكون صاحبنا ظابط فنقول له ياخدوا الاسم. فالكلام ده كله يا جماعه بلاش نروح له او نتوجه له اطلاقا.